ده سيرينو البطل بتاع فيلمنا، اما دي فبتكون فاسو، والاحداث بتبدا وبنلاقيه صغير وماشي في المدرسه وبيتعرف على فاسو وبيبان عليه الاعجاب من اول مره شافها فيها، ومع الايام بتبدا العلاقه ما بينهم تتحول لحب وبيتعودوا على بعض جدا. وبعد فتره اختها بتعرفه انها سافرت القريه مع ابوها ومش عايزه تعرفه تاني، وساعتها اصحابه بيتريقوا عليه فبيقول كل البنات من النهارده هيكونوا بالنسبه لي اعداء. وبعدها بتعدي السنين وبنلاقي باندو واهله بيحاولوا يهربوا بسرعه، وقتها بيظهر سيرينو قدامنا وبيمسك المنجل وبيطلع يجري ورا صاحبه لحد ما بيسيطر عليه وبيساله ازاي تحب بنت وتبعت لها رساله وتخالف الاتفاق اللي بينا، فبيعرفوا انها جميله جدا وعجبته. ولما بيشوفوا رجاله كتير قدامهم بيحاولوا يهربوا منهم بسرعه، لكن بيضربوا صاحبه باندو وهو بينقذ حياته في اللحظه الاخيره، وساعتها بيدافع عنه وبيخليهم يندموا على كل حاجه عملوها معاه وبينتقم منهم. ووقتها صاحبه بيتصف في ايده وبيتعور فبياخده للمستشفى بسرعه علشان يتعالج، وسيرينو بيساله مين اللي حاول يموتك. وساعتها بنروح لواحد اسمه ريدي وبيكون ابو البنت اللي عكسها باندو، وهو اللي بعت رجالته علشان يموتوه، وبنعرف انه زعيم عصابه واسهل حاجه في حياته القتل. وفي الوقت ده سيرينو بيتفق مع صاحبه يروحوا له القريه ويعتذروا ليه، وفعلا بيوصلوا للمكان بتاعه، وساعتها بيدخلوا البيت وسيرينو ماشي ورا باندو خايف، وهما الاتنين بيبدلوا الشخصيات بتاعتهم وبيتاسفوا الريدي وبيطلبوا منه السماح، وهو بيأمر رجالته يقفلوا كل الابواب وبينادي على بنته كوماسي. واول ما بتظهر في المكان وسيرينو بيشوفها بتعجبه جدا وشكلها دخلت دماغه، ووقتها بيقول لريدي الحقيقه وبيبلغه ان صاحبه هو باندو اللي عكسها، وبيعترف انه وقع في حب بنته من النظره الاولى وما بيكونش خايف من كل الناس اللي حواليه. وساعتها ريدي بيتضايق وبيأمر رجالته يموتوهم، وسيرينو بيفضل يضرب فيهم وبيستخدم قوته الكبيره جدا ضدهم وبيدافع عن نفسه. وفي الاخر بيمسك ريدي وبيهدد حياته وبيعرفه بانه هيتجوز بنته غصب عنه، وبعدها بيهرب بسرعه مع صاحبه وبينطوا من الشباك وبيسيبوا البيت بتاعهم. وتاني يوم ريدي بيروح لقسم الشرطه وبيلاقي سيرينو هناك وبيبان عليه انه خايف جدا، وبيفهم المفوض ان ريدي عايز يموته علشان رفض يتجوز بنته، وبيوري له فيديو مصوره وهو بيهرب منهم وبيطلب ما يتعرضش ليه لمده 10 ايام، ولو عرف يحب فيهم كوماسي هيتجوزها. والمفوض بيسجل الاتفاق على ورقه رسمي، وريدي بيفضل يزعق ومعترض، وعلشان سيرينو ما ينزلش الفيديو على النت ويفضحه بيضطر يمضي على الاتفاق وهو متضايق جدا. وتاني يوم بنلاقي سيرينو موجود مع اصحابه وبيتكلم معاهم، وفجأة بتظهر كوماسي في المكان وبتكسر الازازة وبتهدده بالموت، وبتقول له مستحيل احب واحد زيك خلال 10 ايام، وبتحذره من انه يقرب منها، فبيقول لها الايام بينا وبكره هنشوف. وتاني يوم بتكون مع اصحابها في المول، وسيرينو بيقدر يوصل لها وبيقعد معاها على نفس الترابيزة وبيحاول يقرب منها دايما ويلفت انتباهها، ووقتها بيقدر يبعدها عن سكينة كانت ممكن تقتلها، وبيشوف ناس عايزين يموتوها، وساعتها بيفضل يضرب فيهم وبيدافع عنها وكل همه ينقذ حياتها من ايديهم باي طريقة، وفي الاخر بيتخلص منهم بكل سهولة. وكوماسي فاكرة انه هو مأجرهم علشان يعمل نمرة قدامها، وهو بيسأل اصحابه مين عايز يموتها. وفي اللحظة دي بيشوف فاسو حبيبته من ايام الطفولة قدامه، ووقتها بيتكلم معاها وبيعرف انها موجودة في فندق، فبيعرض عليها تعيش مع اهله، وفعلا بياخدها معاه للبيت بتاعه وبيعرفها على ابوه وامه وكل اسرته لحد ما توصل تأشيرتها لامريكا، وبيوريها التفاحة اللي خدها منها زمان وهم في المدرسة، وبتكون مستغربة جدا. وبعدها اصحاب سيرينو بيكلموا كوماسي وبيعرفوها ان في بنت موجودة معاه في البيت، وده بيخليها تروح للمنزل بتاعه بسرعة، وبيبان عليها انها سكرانة وتصرفاتها غريبة، وبتسأل سيرينو ازاي بتحبني وبتعرف واحدة عليا، وفاسو بتشوفها وبتكون متفاجئة جدا، وبعدها بتدخل عليها الأوضة، واول ما بتمسكها سيرينو بيبعدها عنها وبيخليها تخرج وتسيب المكان وتمشي. وتاني يوم اهل سيرينو بيقعدوا مع فاسو وعايزين يعرفوا ايه علاقتها بابنهم، ووقتها بتاخدنا ل6 شهور في الماضي، وبنلاقي سيرينو بيقدم مشروع في الشركة اللي شغال فيها، وكل الناس بتهنيه بالنجاح اللي عمله، وفاسو كانت واحدة منهم، لكن اول ما بيشوفها بيعرف انها حبيبة الطفولة وما بيكونش قادر يصدق نفسه. ومع الايام بيقرب منها كالعادة وبيعرفها انه سيرينو وبيفكرها بايام المدرسة، ولما بيقول لها انا بحبك هي بترفض لانها مرتبطة بواحد تاني، وساعتها بيتضايق جدا وبيقرر يسيب المكان ويمشي، لكن مع الوقت بيتقبل الامر وبيوافقوا يكونوا صحاب. وبعدها بنشوفها زعلانة بعد ما حكت لاهل سيرينو اللي حصل. وتاني يوم بنروح لنادي رياضي وسيرينو بيقابل كوماسي هناك وبيتقمص دور مدرب السباحة اللي ممكن يعلمها، فبتتريق عليه وبتقول له لو فضلت تحت المية 5 دقايق هفكر في حبك، وهو بيوافق على كل كلامها بسرعة، وفعلا بينط في المية وبيبدأ التحدي معاها، وبيفضل حابس النفس ومش عايز يطلع علشان يفوز بحبها.
بيحبها، وللاسف بيغمى عليه وبيفقد الوعي بتاعه. ولما كوماسي بتلاقيه اتاخر بتقرر تجري في اتجاه الميه وبتنزل فيها، وبتقدر تنقذ حياته في اللحظه الاخيره. وساعتها بيفوق وبنشوفه عايش، وهي بتضربه بالقلم على وشه لانه كان ممكن يموت. وبعدها بتبصله وبتضحك له وباين عليها الاعجاب من ناحيته، ووقتها بيقضوها رقص واغاني، والعلاقه بينهم بتتطور بشكل كبير. وتاني يوم بياخدها في مكان لوحدهم وبيحاول يقرب منها كالعاده، وبنشوفه فرحان علشان بدات تحس بيه، لكن بتصدمه وبتعرفه انها ما بتحبهوش وبتطلب يبعد عنها. فبيتضايق منها جدا ومستغرب كلامها. ولما بتسيب المكان ناس بيضربوه على راسه وبيكون مصاب وبيقع على الارض، وبنشوفه متحاصر من كل الاتجاهات بتاعتهم، وبيفضلوا يضربوا فيه وهو مش عارف يدافع عن نفسه. ولما بيمسكوا السكينه علشان يموتوه كوماسي بتجري في الاتجاه بتاعه وبتحاول تحضنه، وبنشوفها زعلانه وعماله بتعيط، وهو بيمسك السكينه بايديه. ووقتها بيبدا يضرب فيهم وبيخليهم يندموا علشان فكروا يأذوه، وبيستخدم قوته الكبيره جدا ضدهم لحد ما بيتخلص منهم. وفي الوقت ده بيوصل ريدي للمكان وبيروح يمسك كوماسي وعايز ياخدها ويمشي. واول ما سيرينو بيحاول يمنعهم ريدي بيحذره ان حياته في خطر، ومشكلته دلوقتي مع واحد اسمه جاجا وعايز يموته. ولما بنروح السجن بنلاقي جاجا في الحجز، وسيرينو بياخد الموتوسيكل وبيروح للمكان بتاعه. وهناك اول ما بيشوفه بيساله ليه عايز تموتني، فبيقول له لانك ضربت رجالتي في المول وانقذت كوماسي، ولما حاولت ادور عليك ريدي جالي الحجز وقال لي انك خطيبها ومش هقدر اموت بنته طول ما انت عايش. وسيرينو بيساله عايز تموت كوماسي ليه، فبياخده ل20 سنه في الماضي، وبيقول له ريدي خطف اختي يوم فرحها بالعافيه، وعرفت انه قتلها هو وابويا لما حاولوا يمنعوه، وحاولت انتقم منه لكن موتت واحد تاني واتسجنت. واول ما خرجت بقيت غني جدا وكل غرضي الانتقام، واتعرفت على بنته فاس واقنعتها بحبي وكنت اهم حاجه في حياتها. وريدي عرف ان بنته هربت يوم الفرح، فكلمته في التليفون وبلغته انها معايا وهقتلها. وفاسو بتسمعه وبتساله ليه كدبت عليا، فبيقول لها علشان انتقم لابويا واختي وانا في الاساس ما حبيتكيش. وساعتها بتعيط جدا وبتسيب المكان بسرعه وبتنط من فوق منحدر عالي وبتقرر تنتحر. ووقتها سيرينو بيعرف ان فاسو اخت كوماسي ومستغرب لانها عايشه. ولما بيروح يتكلم معاها بتعترف انها لسه بتحب جاجا، وفي يوم شافته بينقذ طفله صغيره ما يعرفهاش وحست بانسانيته. ولما بنروح لبيت ريدي بنلاقيه جايب عريس لبنت كوماسي وعايز يجوزها. وساعتها بيوصل سيرينو وجاجا للمكان وكلهم بيكونوا مصدومين جدا. وجاجا بيمسك ايد كوماسي وسيرينو بيقول له اخطفها واتجوزها علشان تنتقم، وبيعرفوا انه هيضحي بحبه في سبيل الصداقه اللي بينهم. ووقتها بيحضنوا وهم الاتنين متأثرين جدا، وبعدها بياخدها وبيسيب المكان. وتاني يوم سيرينو بيقابل جاجا وبيبلغه انه بيحب كوماسي ومستحيل حد يتجوزها غيره، وبيقول له انا هسيبها امان عندك ولو حسيت اني صاحبك رجعها لي تاني. وبعدها بيسيب المكان ويمشي، وجاجا مستغرب جدا كلامه. ولما بيجي الليل سيرينو بيروح لأوضة كوماسي وبيقرر يهربها بسرعة، وجوز اخت جاجا بنشوفه عمال بيرقص والقطة بتوقع التليفون من ايديه. وسيرينو بياخد كوماسي وبيخرج من المكان، وللأسف التليفون بيصور كل حاجة. وبعدها بيخليها تشوف اختها فاسو وهي مش مصدقة نفسها، وبتحكي لها ان في ناس انقذتها من المية قبل ما تموت. وكوماسي بتتأسف لسيرينو لانها كانت رافضة حبه وبتوعده مش هتبعد عنه تاني. ولما بيطلع الصبح جاجا بيعرف ان كوماسي مش موجودة في البيت، وبيأمر رجالته يدوروا عليها في كل مكان. ومن ناحية تانية سيرينو بيكون موجود مع ريدي وبيمثل انه بيكلم كوماسي وبيعيش عليهم دور المجنون. ولما بتظهر فعلا قدامهم ريدي بيفتكر انها تخيلات لانه مريض نفسي من ساعة ما بنته فاسو ماتت. وبعدها جاجا بيكون في اوضته وبيوقع ألبوم الذكريات وبيتأسف لصورة حبيبته فاسو زعلان. والنور بيقطع فجأة في البيت، وجاجا بيكون خايف وبيسمع صوت فاسو في المكان وهو ورجالته مرعوبين من انها شبح وبتتكلم. ولما بيكونوا واقفين النور بيرجع وسيرينو بيدخل عليهم وبيسألهم على كوماسي، واول ما بيمشي بيخبطوه على راسه لانها مش موجودة. والنور بيقطع تاني في المكان وفاسو بتكلمهم، وساعتها سيرينو بيمثل ان روحها ظهرت فيه وبيعمل تصرفات غريبة جدا وكأنه شبح وهي متحكمة في كل افعاله. وساعتها بيرجع لوعيه تاني ومش فاكر ايه اللي حصل. ومن ناحية تانية ريدي موجود مع كوماسي، وبعدها بنلاقيه بيتكلم مع بنته فاسو. لا وكمان بيشوف سيرينو بيرقص معاهم في البيت، ووقتها سيرينو بيكلمه وبيجننه اكتر وبيقنعه انها تخيلات. وتاني يوم جاجا بيكون مع رجالته، وواحد منهم بيشوف كوماسي راكبة مع سيرينو. ولما بيدخل المول سيرينو بيقابلهم وبيسألوه عن كوماسي، فبيقول لهم انا سايبها معاكم في البيت. وهي بتكلمه في التليفون وبتقول له ابويا خطفني من بيت جاجا وتعالى انقذني بسرعة. وجاجا بيوعده
يرجعها من تاني. وفعلا بياخد رجالته وبيروح لبيت ريدي، وكلهم بيفتشوا المكان وعايزين يوصلوا لها، لحد ما جاجا بيلاقيها واقفه قدامه، وساعتها بياخدها وبيسيب البيت. وريدي بيتفاجئ ان رجالته شايفين بنته زيه بالظبط، وبيتاكد في الوقت ده انها مش تخيلات. واول ما بيقابل سيرين وبيروح يتخانق معاه، ووقتها فاسو بتظهر وبتعرفه انها لسه عايشه، وهو بيكون في حاله صدمه وذهول، وبتقول له سيرينو الوحيد اللي وقف جنبي بالرغم اني رفضت حبه. ووقتها بيحس بالندم على كل حاجه عملها، وعايز يصلح غلطته باي طريقه. وسيرينو بيقول له لازم ترجع فاسو لجاجا وتخليهم يتجوزوا بعض، وهو بيوافق على كل كلامه. وبعدها جاجا بيكلم سيرينو وبيطلب يشوفه بسرعه، ولما بيروح له بيسلمه حبيبته كوماسي، وبيقول له انا اكتشفت انك صاحبي وبتثق فيا وعلشان كده رجعتها لك. وجوز اخته بيكون واقف مع صوره مراته، وفجاه القطه بتوقع عليه التليفون بتاعه. وبعدها جاجا بيكون مع سيرينو، وساعتها بتظهر فاسو قدامه بمظهر مخيف جدا، وبتأمره لازم يتجوزها والا هتموته وتنتقم منه. وجاجا بيلاقي سيرينو واقف قدامه من تاني، وعمه بيروح له بيوريه الفيديو اللي بيثبت ان سيرينو خطف كوماسي، فبيقول له ده اكبر دليل ان روح فاسو كانت متجسده في جسم سيرينو. وتاني يوم بنروح لمراسم الزفاف، وجاجا متضايق جدا وعايز يعرف ازاي هيتجوز شبح. وجوز اخته بيكون ماشي وبيتفاجئ بفاسو واقفه مع سيرينو، فبيقرر يصورهم علشان يثبت كذبهم. ولما بيبداوا مراسم الزفاف بتاعتهم، فاسو بتظهر قدامهم في المكان، وكل الناس بتكون خايفه وبتهرب من شبحها. وبعدها بنشوفها موجوده جنبه، وهو عايز يلبسها عقد الزفاف وخايف جدا منها لانها شبح. وفجاه بيضرب الارض بقوه وبيمسك المسدس بتاعه وبيهدد حياه فاسو بالموت، وبيضرب سيرينو لانه اكتشف انهم بيضحكوا عليه وعايز ينتقم منه. وساعتها بنعرف انه شافهم مع بعض وكان واقف ورا جوز اخته، وبيقول له باسم الصداقه اتخليت عن الانتقام اللي جوايا. وبعدها بيضربه بالمسدس بتاعه وبيخليه يقع على الارض، وبيهدد ريدي بانه هيقتل بناته، فبيقول له مش هتعرف تاذيهم لان سيرينو موجود وانا قاعد على الكرسي، وريني هتعمل ايه. وفعلا سيرينو بيقوم وبيفضل يضرب فيهم وبيدافع عن حبيبته فاسو، ومحدش بيكون قادر يقف قدامه. ووقتها هو وجاجا بيتحدوا بعض وكل واحد عايز يخلص على التاني. واول ما جاجا بيمسك السكينه، فاسو بتضربه بالنار وبتيجي في سيرينو، ووقتها بيقول لها ازاي هتموتي حبيبك وانا بعمل كل ده علشان ارجعكم لبعض. وبيطلب من جاجا ينسى الانتقام ويتجوز فاسو ويعيش معاها، وهو بيوافق وبيطلب منه السماح وبيروح يحضنه بسرعه. وفي النهايه كل واحد بيتجوز حبيبته وبيبداوا حياتهم من اول وجديد. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس، واستنونا في فيلم جديد.